يلعبون في الظهير الأيمن من الموسم الماضي والموسم هذا، لاعب متمكن، كراته الرميات الجانبية باليد خطيرة جدا عندما تكون في الثلث الأخير قريب من الركنية، يعملها مثل الركنية تماما. لاعب خطير في الجانب الهجومي، يسجل أهداف أحيانا، أدواره الدفاعية جيدة، عنده توازن. أنا في شخصيا أصنفه رقم 1 كظهير أيمن في المملكة قبل حتى الأسماء اللي تلعب في المنتخب، عبد العزيز أبو شقرة. عبد العزيز أبو شقرة، لكنه للأسف لم تأتي عليه عين مدرب المنتخب. أنا أقول عبد العزيز شقرة أفضل ظهير أيمن في الدوري السعودي من العام الماضي والسنة هذه، وأنا متابعه بدقة، لكن للأسف ما حد شافه. والمفروض إيه؟ كبطل دوري المفروض تكون العين عليه. نعم إيه؟ العين عليه. يعني بس أنت قلت يا كابتن إنه العام الماضي ما كان عين عليه على أساس إنه مو بطل إلا في آخر اللحظات، يعني ما كان عنده الضغوط، وهذه خدمته كثير. لكن عبد العزيز هو قوة، عبد العزيز شقرة قوة الفتح على الطرف اليمين، لاعب متمكن. محمد الفهيد ومبارك الأسمري كذلك مكملين. الجانب اللي كان الكابتن ماجد اللي هو دونيس، لكن فعلا خلفه قوة هجومية ضاربة. كان حمدان على الطرف الأيمن مهم موجود جدا في دكة البدلاء، موجود. لكن ربيع السفياني اليوم هو كاسم راس حربة، لكن اليوم أكيد بيلعب على الطرف الأيمن، والمقهوي على الطرف الأيسر. اثنين هم لياقة بدنية عالية، مهارة عالية، قدرة على التسجيل، قدرة على الاختراق. أثناء ما يخسرون الكرة حيرجعون للدفاع بشكل جيد، وعندما يستحوذون على الكرة بتجد هجمة مرتدة مثالية من ربيع وحسين المقهوي وإلتون ودوريس بالتحرك وسحب المدافعين وإعطاء فرصة للدخول لربيع أو حسين المقهوي. بنشاهد كثير لقطات عبد الله دخول لربيع مكان دوريس تبديل وسحب مدافعي الهلال خارج الصندوق، خاصة المدافعين غير مركزين الهلال، فبتتواجد اليوم حسين المقهوي وربيع كثير مكان دوريس سلمون. برجع لكم، لكن بتحول ميدانيين لزميل ماجد التويجزي بجانب الكابتن فهد المفرج الإداري في طرف الفريق الهلالي في هذا المساء. ماجد تفضل. يعطيك العافيه يا عبد الله الفقير. فهد المفرج مدير الفريق الاداري او مدير عام فريق كره القدم بنادي الهلال، كان طالع ينادي اللاعبين يدخلون عشان الصلاه، استغلينا وجوده. احييك كابتن، اشكر لك دائم تجاوبك قبل المباراه. كنت في قبل مباراه الشعله والهلال في الخرج في الدوري، سالتك معطيات تخص ياسر القحطاني، نفيتها جمله وتفصيلا في ذاك الوقت. اليوم ارجع اسالك عن امور كثيره وردت قبل يعني او بعيدا عن جو هذه المباراه، تتعلق بامكانيه استفادتكم من سعود كريري في فتره الانتقالات الشتويه، تتعلق في امور اخرى تخص لاعبين او مبادلات لاعبين، عقود لاعبين نقول ما بين الشباب والهلال. خليني ابدا في موضوع سعود، هو صحيح ولا مش صحيح؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول القناه الرياضيه اخوي ماجد، الاساتذه الموجودين امسي عليهم. اتصور كان كلامي واضح بعد مباراه الشعله. اليوم نشاهد ياسر هو قائد الفريق ولاعب اساسي في الفريق، ما هنالك أي شيء نخفيه. وقلت قبل هالمرة أي لاعب حيكون متاح بالنسبة لنا، وخيار للمدرب حيكون إن شاء الله متواجد فيما بيننا. إلى الآن ما هنالك أي تغيير أو أي إضافة إلى يومنا هذا. في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله أنه يكون هنالك ان شاء الله اضافات للفريق. بس كابتن مو معقول انك اليوم الكل يقول انه سامي الجابر كلم سعود كريري واتفقوا على كل شيء، مو معقول ان ما عندك خبر، اكيد عندك خبر، قدم شيء للمشاهد. لا بامانه سعود لا زال مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد، تقول يسوي مخالصه، لكن اتصور هو لا زال يشارك مع نادي الاتحاد. بالنسبه لامر اتصال او تواصل هذا امر يخص الكابتن سامي فيما بينه وبين سعود. اتصور التواصل متواصل بين اللعيبه، سامي كان زميل لسعود في منتخب وقت سابق، ممكن يكون هناك حديث ودي، ممكن يكون، لكن انا لا انفي ولا اوكد، لان بامانه هذا شيء خاص بالكابتن سامي. اجل ما دام انك كذا، اجل الامور في طريقها الانتقال والتوقيع. عموما في موضوع يعني الشبابيين نفوا موضوع حسن معاذ اكثر من مره، نفوا موضوع انه يوسف السالم الموجود في قائمتكم اليوم سيكون بنظام الاعاره للفريق الشبابي، ايضا سلطان البيشي، هم ينفون، لكنكم انتم ظليتوا يعني ساكتين ومخلين الاعلام يشتغل شغله وبسلامتهم. الاكيد اليوم هل من الممكن ان يكون هناك يعني حركه من هذا النوع، يعني تبادل عقود لاعبين بنظام الاعاره بين الهلال والشباب تحديدا فيما يخص حسن معاذ؟ بامانه اي مطلب يطلبه الكابتن سامي، هو مدرب الفريق، هو من يرى من هو في حاجته من لاعبين. اتصور الاداره متعاونه بشكل كبير حتى تلبي طلب الكابتن سامي. اي لاعب حيجي اكيد حيكون اضافه بالنسبه لنا. امر مغادره اي لاعب بامانه لم يرد اسم اي لاعب او مغادره اي لاعب الى يومنا هذا. اللعيبه متواجدين معنا ويمثلون الفريق. قادم الايام ان شاء الله حتوضح لنا اذا كان هناك
يعني جلب اي فريق او مغادرته له، ولكن اتصور الى يومنا هذا لا يوجد اي شيء من هالقبيل. بس انت ما تنفي موضوع حسن معاذ. والله هذا امر يخص اداره النادي صراحه بامانه، ليس تهرب ولكن يخص اداره النادي. فالى الان ما هنالك اي شيء بامانه او توصلنا شيء او في من هالنوع اي شيء، يعني بامانه قالوا يوسف وقالوا ماجد وقالوا سلطان وقالوا سلمان، بأمان لا يوجد أي شيء من هالأمر هذا. سريعا نايف الدهمش يقول انتقل للاستديو سريعا، موضوع المتصدر انه يلعب قبلكم بيوم وينتصر اللي هو النصر، تلعب المباراة بعده بيوم، يشكل لك ضغط فهد؟ لا، المباريات صعوبتها تكمن في مباراتنا اليوم وليس في فوز النصر أو خسارة نصر أو تصدي النادي النصر. حضورنا اليوم هو ما إن شاء الله يعطينا دافع كبير إن احنا إن شاء الله نكون متواجدين في المقدمة. بأمانة لا يوجد هناك أي ضغط، لعبنا فترة سابقة وكسبنا وكسب النصر بعدنا، يعني بأمانة لا يوجد أي ضغط، لكن مباراة اليوم هي مطلبنا فيها الثلاث نقاط اللي نبحث عنها إن شاء الله. أشكرك. شكرا أستاذ. أشكر بالتأكيد لفهد المفرج تعاونه الدائم مع القنوات الرياضية السعودية. مباشرة عبد الله الفقير مع النجوم ماجد عبد الله والدكتور عبد العزيز الخالد. تفضل عبد الله. شكرا ماجد، شكرا ايضا لضيفك الكابتن فهد المفرج. ابو عبد الله نبي نشاهد لقطات كما عرضنا لقطات الخاصه لفريق الهلال واهدافه في اخر مواجهه، ايضا مواجهه الفتح الاخيره دوريا في دوري عبد اللطيف جميل، والاهداف وكيفيه الطريقه التي يعتمد عليها الكابتن فتحي الجبال برفقه لاعبي فريق الفتح. نشاهد اللقطات ونعلق عليها. الطرق المعتاده للفتح في التسجيل، هذه من اخر مواجهه لمواجهه الفتح